ان هو الطب النفسي هو اللي اختارني مش انا. يعني خلي بالك انا دايما حكايه ان انا اعرف نفسي ان انا طبيب نفساني دي ساعات انا بحاول ان انا اتجنبها. هل في مهنة حضرتك الطب النفسي يعني من العقبات اللي فيه الدكاترة ما بتحبش تتكلم عليها بس حضرتك عارفها وممكن تتكلم عليها؟ احيانا باخد قرارات غلط، بزعل وبغضب وبخاف. طب ولو معنى الكلام ده بقى يبقى هل الدكتور النفسي محتاج يروح لدكتور نفسي غيره؟ في حاجه اسمها السكارز اوف تايم اللي هي الجروح بتاعت الزمن. يعني الصدق اللي حضرتك عشته في بيت العيلة هو مازال موجود معاك لحد النهاردة، انك لما تبقى قاعد مع مريض بتعمل في استشارة بتبقى دايما مفترض ان هو صادق. اللحظة اللي غيرت شوية اللي هي وفاة والدي، وقال لنا اهم حاجة عشان تبقوا مطمنين ازرعوا في ولادكم الدين والعلم. وايه اللي خلاك تقرر تقول انا هعمل بودكاست كلام بالعقل وده ما اتعملش قبل كده؟ الفاصلة ما بين الإنسان والطبيب دي أنا بشوفها أنها أكبر مشكلة. ده سؤال غريب قوي والله، بس سؤال تصدق أنا بهرب إن أنا أسأله لنفسي.